ايه وبعدين زيدان شو العمل؟ خلينا ننسحب. ايه ليش لا؟ ننسحب. بس يعني والله ما حلوة بحقنا. كل أهل الضيعة بيكونوا نايمين هلأ. ايه خلينا ننسحب هلأ. بكرة محضر لهم شغلة جديدة وحياتك. دكتور دكتور، الحمد لله طلعوا من الضيعة. عن جد؟ ايه والله. متأكد من هالشي؟ بابا بس ما تكون هي خدعة. لا بنتي، أنا متأكد. اليوم الصبح شافوهم الأهالي وهن رايحين باتجاه الجبل. الحمد لله يا رب. ألف مبروك. هلأ بدنا نمشي. بس بالأول لازم روح ودع خالي سناء. بابا أنا رايحة على المدرسة. ايه بنتي لا تطولي مشان ما يغلي قلبي عليكي. عن جد رح نستفيد لك كتير. وأنا كمان. ديري بالك على حالك. ايه وانت كمان. الله معك. على فكرة تشرفت بمعرفتك. وأنا. طارق. خير شو في؟ اللي لشوف شو في بينك وبين سناء. ما فهمت شو قصدك. أنا شفتها وهي عم تحضنك وتقول لك يا ابني. اللي شو قصدها بكل هالحركات؟ هاي لعبة عملتها مشان تنقذ حياتي بابا. لعبة شو؟ شبك ما شفتها كيف كانت عم تبكي وطول الوقت عم تقول لك يا ابني؟ المرة لما تشوفني تتذكر ابنها الوحيد حسان. عرفت هلا شو السبب؟ خير. هي انت ليش عم تسأل؟ بابا في شي صاير؟ ايه لا ما في شي بصراحة. أنا استغربت كتير وقت اللي شفتها عم تحضنك وتقول للرجال بعدوا عنه هذا ابني. حبيبي يلا روح لعند ودعها، عم بستناك هون. ماشي. الحمد لله يا رب ما طلع بيعرف شيء. واقف عندك عمل لك اكل. ها اسمعني. مين انت؟ طلع قدامك. اسمعني منيح، في عبوة بالمدرسة. عبوة شو؟ قنبلة محطوطة ورا باب المدرسة. قنبلة؟ ايه، وقت اللي بينفتح الباب بتنفجر. اصحاك تخلي حدا يفوت على المدرسة. مين انت؟ وليش عم تقلي هذا الحكي لإلي؟ زينب. زينب. ايه والله مثل ما عم تحكي. بكرة جاي على المدرسة؟ ايه انسة رح اجي. وانتي كمان جاية؟ لا لأنه أبي ما بيرضى. رح خليه يبعتك. طيب وانتي؟ زينب وقفي، لا تفوتي، استني عندك. امشي معي امشي. شو عم بصير؟
زينب، زينب، انت منيحة؟ ما صار لي شيء. وانت؟ طارق، طارق، طارق! شو لهلا ما انقلعوا هدول؟ شو عم يستنوا يعني؟ أخي عيب تقول له هيك، هدول ضيوف. أنو ضيوف يعني ما شفتوا للزلمة كيف دفع الدية عن سناء؟ وهلا علق هون وما بقى بده يروح كمان. حميد بيك، شفت شلون؟ هي سمعنا. اتفضل، شو بتريد؟ أنا هذا صوت انفجار. عبدو، اللي شو فيه؟ شو هالصوت هاد؟ صار انفجار كبير بالمدرسة، شفته من بيتي. بالمدرسة؟ بنتي زينب، زينب! دكتور شو صار لك؟ انت زينب، شوفي قولي لي دكتور، انت منيحة؟ ايه منيحة، بس الدكتور مو منيح. دكتور رد علي، دكتور، فجأة دكتور، وقع على الأرض وما عرفت شو صار له. بس ما يكون انصاب. طيب إذا انصاب وين جرحه؟ يا ربي شو هاد؟ لازم نقيمة. وقف وعكتيمة طيب ليش ما نقيمة؟ عشان ما يصير عنده نزيف. خلونا ناخده على المركز فورا. يلا يا شباب ساعدونا، يلا اعملوا معي بسرعة، انتبهوا على مهلكم، لحدا يقرب من الجرح. بابا صار في انفجار بالمدرسة. عم قلك صار في انفجار بالمدرسة. ولك ايه فهمنا حاجة صرخي بقى، سمعتوا للانفجار. ايه بس ما بدك تروح تشوفه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، يا رب. لوين رايحة؟ لوين؟ على المدرسة. قعدي هون. طيب ليش؟ بدون ليش، خليكي هون. معقول ما اروح يعني؟ يلا يا شباب بسرعة انتبهوا. عجلوا شوي يلا يا شباب. بسرعة. طارق لازم نلحقه. بابا طارق يا بابا. طارق يا ابني، طارق شبهه، شو صار له ابني؟ بنتي بابا أنا منيحة بس ابني، الدكتور طارق وضعه كثير سيء. خير ان شاء الله طارق بيك. طارق عم مصطفى لازم ناخده على المركز ايه مظبوط. بسرعة. يعني هنيك شو رح يعملوا له؟ ليش في بالضاعة دكتور يساعد ابني؟ ايه في ديالا، بركي هي بتقدر تعمل شيء. يلا 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 يلا، خلينا بسرعة. امشي مصطفى بيك. يلا انتبه بسرعة، انتبه بسرعة يا انتبه. جماعة. سمعتوا الصوت؟ كثير منيح، صار اللي بدنا اياه. شو صاير بديع؟ فجرة العبو يا زيدان. سمعناه. والأنسي الآنسة ما صار له شيء، أما الدكتور إصابته كبيرة. أخذ جزاته. يلا امشوا نشوف. يلا. على مهل، شوي شوي. لا توقفوا فوق راسه. يلا بعد. رجعوا لورا. طيب يلا يلا رجعوا. يلا يلا. شكرا كثير شباب. يا ربي دخيلك. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. انت ممرضة، ساوي لك شي شغلة. تحركي يا بنتي. شو مات؟ بعد الشر لا تقول هيك. لسه في عنده نبض. يا حرام، شو صار له؟ بعدوني الله يعافيك. بعدوني شوي. بعدوني شوي. مرقوني بعدوني شوي. دكتور منيح حنان؟ لسه عايش؟ ما بعرف شو قلك يا خالتي. شو؟ خليكي ورا. بنتي شو صار لك؟ بترجاك اعملي شيء، طول ابني بالك، رح طول يموت. بالك. شو بدنا نعمل بكل هالعجقة؟ بابا خلي الكل يطلع لبرا. ايه الحق معك يا بنتي. يلا يا جماعة اطلعوا لبرا بسرعة بسرعة. يلا يلا. اطلع يلا. بابا خذ لعم مصطفى وطلعه. طيب يا بنتي ماشي. يلا امشي يا بيك. يلا
يلا عمو. يلا يا جماعة يلا، بعدونا هيك. بعد إذنكم. يلا يلا يلا، اتركوا المريض لحاله. يلا تفضلوا تفضلوا اطلعوا. ديالا شو صار لك؟ انتوا بتعرفوا انه انا ماني دكتورة، ما فيني اعمل له شيء. شدي حيلك شوي ديالا، والا رح يموت الدكتور طارق. ديالا الدكتور طارق بلش يصحى. خليك لا تتحرك. اهدى اهدى. شو صار؟ في حديدة كبيرة مغروزة بظهرك. ديالا قديش عم الجرح؟ ما بعرف، مو مبين قديش غميق. ديالا خليكي هادية، انت بس قلي لي شو عم تشوفي. أنا مالي متأكدة، بس الجرح مو كتير غميق. طيب ماشي ديالا، طيب خلينا نساوي الجرح. يلا ديالا. ديالا يلا أنا رح ساعدك. يا رب أنت من عندك تعافي لهالشب. الله يعافي لك يا مصطفى بيك. الله يسلمك. طيب كيف صار هلا؟ والله ما بعرف. طول بالك يا مصطفى بيك، بعرف إنه صعب عليك، بس لازم تتماسك أكثر. إن شاء الله ربي يخلي لك ابنك ويعافيه يا بيك. تسلموا، شكرا كتير شكرا. شايفنا ليش هرب منا؟ يمكن لأنه متضايق ومسكين ما له عرفان شو بده يعمل، وليش لحتى يهرب يعني. لإمتى بدي ضل عم بهرب؟ يعني أكيد رح تشوفني وتعرفني، ورح تعرف إنه طارق هو بيكون ابنها. إذا هالتنين ما راحوا من الضيعة أبدا ما راح يصير أمان. والله معك حق يا أغا، أصلا من وقت اللي إجا الدكتور على الضيعة والضيعة مقلوبة قلب. يخلصنا، يا ينقلع من هون يا يموت، المهم إننا نخلص منه. ما فيني إيمان. ديالا ديالا اسمعيني منيح، بدي منك تسحبيها بقوة، سحبة واحدة. يلا ديالا يلا. دكتور طارق يا ربي، طيب شو صار له هلا؟ يمكن غوطن، لا تخافي، بسرعة عقمي الجرح. يلا بسرعة. يلا ديالا، هلأ لازم تسكري الجرح. وقفوا وقفوا وقفوا. شو في زيدان؟ أيمن مو هون، ماني عرفان ليش تارك محل حراسته. بدي اياك تعرف منيح اني عم شك فيه. مين في هنيك؟ ولك هاد نحن. اهلا وسهلا. ايه اهلين. شو عم بيصير؟ مو مبين شي علي. خالي سنة، انت معك حق. ابو للدكتور تصرفاته غريبة وما بعرف ايش عم يهرب منا كلياتنا. روحي منشي هلا حنان. طيب ليش صار له أكثر من ساعة واقف ورا هداك الحيط؟ أنا شو بعرفني يعني؟ أنت ما عندك شيء تسلي فيه؟ يا ترى ليش هيك عم يعمل؟ نحن شو قلنا علاقة بالزلمة
عن جد عيب عليكي، روحي من وشي. امشي نروح لعنده خالتي. الله يخليكي قومي الله تعالي. العظيم. الله يعافيك. طمنينا يا بنتي، كيف صار الدكتور هلا؟ طمنينا. دكتور منيح، مسكين تعذب كتير، بس الحمد لله رح يطيب. الحمد لله. الحمد والشكر لك يا رب. حقيقة ديالا عملت كل شيء بيطلع بإيدها. برافو عليك. خلينا نشوف الدكتور يا بنتي، يلا. بس هلا هو مو صحيان، خلينا نتركه يرتاح وينام شوي. ايه مزبوط يا بنتي، وهي مثل ما سمعتوا يا جماعة، الدكتور صار أحسن وما في داعي تضلوا كلياتكم، اتركوه يرتاح. مزبوط. يلا يا شباب امشوا يلا معلش يلا. خليك هون انت يا ابني، وخلي معك حدا كمان يمكن نحتاج لشيء. حاضر شيخنا. يلا. وين ابو لطارق؟ ماني شايفته. ليكو هنيك واقف ورا هداك الحيط. روحي بشريه. مرحبا عمو، عرفت شو صار؟ ايه يا بنتي، كنت عم بسمع وانت عم تحكي. اللي بتحب تشوفه شي؟ لا بس يروحوا الكل ببقى بيجي انا وبطمن عليه. ماشي، مثل ما بدك عمي. شو رشاد اخا؟ مبين ما انبسط انه الدكتور نفد. وليش لحتى انبسط يعني؟ لانه عاش هالواطي. اصلا جيته لهون كانت مصيبه للضيعه. بكرة رح تتحسن ورح ترجع ضحكتك مثل الأول. يا ريت لو ما تروح، يا ريتك تضل هون. نيرمين، كيف تنزلي هون وانتي بهالحالة؟ امي قلقت عليكي لما تاخرتي. قعدي هون. قولي لي شو اللي صار؟ عن جد الدكتور طارق كان بمكان الانفجار؟ ايه. لا تقوليها. طيب وكيفه هلا؟ لا تخافي، انصاب بجرح كبير بس الحمد لله هلا صار منيح. طيب وهلا وينه؟ لساته بالمستوصف، وان شاء الله عن قريب بيطيب وبيطلع. طيب ما عرفتوا ليش كان هو بالمدرسة؟ قالت لي زينب قبل شوي إنه الدكتور كان بده يسافر اليوم مع أبوه، بس قبل ما يروح هو وياه من الضيعة عرف إنه في عبوة ناسفة محطوطة بالمدرسة، وراح لعند زينب مشان ينقذها، بس هو عم يركض انصاب الشاب، وهذا اللي صار. طيب وشلون عرف إنه في عبوة ناسفة هنيك؟ هذا الشيء اللي ما حدا بيعرفه، أكيد في حدا خبره، ولا شلون بده يعرف؟ افرضي هالشي، مين اللي خبره؟ اي والله كانت ضربة معلم. يا عيني عليك. تفضل معلم. والله كانت ضربة سلم هديات يا رب. نيرمين، والله اشتقت لك. عمو مصطفى، أنت تعبت كتير، إذا بدك فيك تروح ترتاح بالبيت. ما بدي خلي ابني لحاله. لا تشغل بالك عمي، رح نضل هون نحن التنتين. بقى اطمن. ماشي. ليش هيك عرقان؟ وحرارته مرتفعة. شو بو يا بنتي؟ يعني ممكن يكون هذا الوضع طبيعي؟ ايه طمن، ما في شي عمو. طيب يعني بكرة الصبح بيكون صحي؟ ايه ان شاء الله. طيب تصبحوا على خير يا بنات. وانت بخير. خير ديالا؟ حرارته للدكتور طارق مرتفعة كتير. طيب ليش؟
ما بعرف، مع اني نظفت له الجرح منيح، بس ما بعرف شو عم يصير هلا. جدي اجا عمي المختار. يسلموا يا ابني، خليك عنا شيخنا جاي لعندك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين وسهلين مختار. تسلم شيخي، الله يخلينا إياك. تفضل عود يا مختار. يسلمون. يا رب. خير، شو في؟ قل لي كيف صار واجينا على بالك؟ تعرف الانفجار اللي صار اليوم ضايقني كثير شيخي، ومشان هيك جيت لعندك. ايه أنا بعرف هذا الشيء، احكي لي شو بدك تقول لي؟ هدول الإرهابيين شيخي أذوهم لأهل الضيعة وظلموهم كمان، وفوق كل هالشي فجروا المدرسة. كانت الأنسة زينب رح تموت، والدكتور لسه حالته خطرة، وبعد كل هالشي بدنا نضل قاعدين هيك عم نتفرج عليهم شيخي. مختار لا تلف وتدور بالحكي، قل لي انت شو بدك؟ بدنا نصير كلياتنا ايد واحدة نرفع السلاح بوشهم، لأنه ما رح ينحط لهم حد إلا بهالطريقة. انت بتعرف هذا الحكي يا مختار لوين بيوصل؟ يعني انت بدك يانا نتصرف مثلهم؟ وليش لا؟ مثل ما هن عم يحاولوا يخوفونا ويرعبونا بالسلاح تبعهم، كمان نحن فينا نخوفهم. وهذا الشيء مو بس مشاننا، مشان ديننا، اسلامنا، بسبيل رب العالمين لازم نجاهد ضدهم. حط عقلك براسك وفكر كتير منيح، ولا تخاطر بأرواح أهل الضيعة، وإذا كنت ناوي تعمل شيء في سبيل الله لازم يكون رب العالمين رضيان عن عملك، وانت بتعرف منيح انه رب العالمين ما بيقبل أبدا انه نقتل الناس. والحل يعني مين بده يواجههم لهالإرهابيين هدول؟ ها؟ هدول ما عم يغضبوا الله يا شيخي؟ يا مختار البلد فيها شرطة وفيها جيش، وهن اللي بيتصرفوا مع هيك جماعة، أما نحن مو طالع بإيدنا شيء. طيب نحن شو بدنا نعمل؟ بدنا نضل هيك ساكتين قاعدين عم نتفرج على هالظلام؟ الشغلة مو بس بحمل السلاح، بعدين يا ابني الحياة بدها شوية صبر، ونحن يلي علينا نوعي الناس ونزرع بقلوبهم الإيمان. مستحيل، بدنا نضل ساكتين ونضل عم نتفرج عليهم من بعيد لبعيد وهن قاعدين عم يحرقوا الضيعة. أنا مقدر موقفك ومقدر كل كلمة عم تقولها، بهيك واقع في كتير شغلات لازم تعملها لحتى تقدر تكسب. هالفوضى يلي عم تفكر فيها ما رح تفيد بشي أبدا، هيك نوع من المقاومة ما بينجح إذا ما كانت الناس إيد وحدة، ولحتى تكسب الناس مفروض تقنعهم وتزرع بقلوبهم مفهوم الوطن وحب الوطن. يا ابني إذا كانت الناس إيد وحدة هالأرض مستحيل تروح. السلام عليكم. وعليكم السلام. يسعد صباحكم شباب. أهلين. حرارته صارت 40. لا تقوليها. بجوز ترتفع أكتر كمان، مستحيل يتحمل. شو فيك تساوي؟ ما بعرف. دكتور طارق أنت عم تسمعني؟ عم يسمعك، شفتي؟ مو فاقد وعيه. دكتور حرارتك ارتفعت كتير، الظاهر انه جرحك فيه التهاب. طيب شو الحل؟ ما بعرف، هي امكانياتنا، وانا ما بيطلع بايدي غير اني اعقم له الجرح منيح. عم يازي، أنا ما دخلني. ما عنا ولا حبة مسكن. لا تقوليها، مستحيل، لازم يكون فيه. يعني كل الأدوية اللي هون ما رح تفيده بشي أبدا؟ لا، والمشكلة مو طالع بإيدنا شي. شو في؟ شو عم يصير هون؟ والله ما بعرف، بس طارق بيك وضعه كتير خطير. شو؟ يا ابني طارق حرارته كتير مرتفعة، لازم تلاقي له حل، على القليلة مسكن. امسك هاي المخزن، خذ. وانت راح تضل بالحراسة. ليش بقى؟ زيدان هيك قال. ايه؟ ليش لا؟ يلا، ما كنت تعرف تساويه؟
يلا بسرعة. بديع يلا عجل، لا تلتهي. يلا جاي. بديع بس جاوبني، كمان هتضيعها؟ لا غير قرنة. يلا بشوفك. اسمعوني، بما انه ما في ادويه ما بقي حل غير انه ناخده على المدينه. ايه، وكيف بدنا نوصل فيه على المدينة؟ نحمله ونمشي بالجبل كله يعني؟ مستحيل، الموضوع صعب. الموضوع مو سهل ابدا. الدكتور طارق جسمه ما بيتحمل سفر. ايه مزبوط، ما بيتحمل. ما في داعي للمجازفة. طيب شو العمل؟ اقعد اتكتف واتفرج على ابني وهو عم يموت قدامي؟ أنا برأيي الحل الأسلم ناخذ الدكتور لعند الخالة مريم. انت شو عم تحكي؟ ايه ما لك خسران شيء، خلينا نجرب، ما بتندم. ابني وضعه كتير صعب وانتوا عم تقولوا لي جرب. هذا أنسب حل فينا نعمله. يلا امشي، حاجة نضيع وقت. يلا يلا إن شاء الله خير. الله يعافيك. ديالا، يا رب يدخيلك. لساته تعبان مو هيك؟ ايه والله كتير. طارق رد علي. طارق يا رب. طارق بدنا ناخدك، بدنا نحاول ناخدك لعند الخالة مريم يا ابني. طيب شو بدك نساوي؟ بس ما بقي قدامنا غير هالحل. ما رح استفاد شيء، بس لازم نجرب، وإن شاء الله رح تقدر تفيدك. مستحيل، ما رح يطلع بإيدها شيء. خالي سناء، خالي سناء، خالي سناء. خير شو صاير؟ الدكتور كتير تعبان وبجوز يموت كمان. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ بعيد الشر عنه. انت متأكدة من هالحكي؟ ايه متأكدة. جرحه صار فيه التهاب وحرارته كتير مرتفعة وما في أدوية. وبدهم يضلوا يتفرجوا عليه يعني؟ قال بدهم ياخذوه لعند خالة مريم. لو تشوفوا لعمو مصطفى منظره بيقطع القلب، مو عرفان شو بده يساوي له. صحيح أنا شلون راح عن بالي؟ بتعرفوا شو؟ بركي بقدر اسحب منه شي كلمة. وليك اسكتي، ما بتستحي على حالك؟ هلا الناس بشو مشغولة وانت بشو قاعدة عم تفكري؟ يلا امشي من هون. لحظة، خليني روح معك. لا انت خليكي، شوفي حالتك شلون. يلا اطلعي لفوق. خلص ولا يهمك، أنا بجيب لك الأخبار كلها. شوي شوي على مهلكم، على مهلكم، شوي 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 على مهلكم. افتحوا طريق، افتحوا طريق. دخيلكم ديروا بالكم. دير بالك. شوي 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 شوي. الله يشفيك ويقومك بالسلامة شوي. يا رب. الله يعافيك. الله يعافيك. لك يا أبو للدكتور. شوي شوي يا شباب. واضح انه تعبان كثير، ما هي؟ ايه الدكتور انسان طيب، والله بيكون مع الطيبين، وان شاء الله بيقوم بالسلامة وبيرجع احسن من قبل. اكيد ما عرفتني.
ورق المرجان مع الكينة وعشبة النار بينحطوا على الجرح. بعديلي شوي بالله. عشبة النار ما عندي منها، وإذا ما في منها هاي العشبة ما رح نستفاد شيء. أنت متأكدة إنه هالعشبة رح تطيبه إن شاء الله؟ إيه بإذن الله. طيب من وين فينا نجيب له إياها؟ يعني هي عادة تلتقى بالأراضي الرطبة اللي كان عليها ثلج وقريبة من الحشيش، وكمان بتطلع بين المرج أحيانا. هيك لكان، يعني هالعشبة هي الحل. يلا يلا قوموا خلينا نجيبها. العشبة هي الحل الوحيد، فيا بتجيبها معك يا أما ما في داعي ترجع. قد ما فيكن حاولوا تطلعوا بكير، وإن شاء الله بتلاقوا بسرعة. إن شاء الله. ايه شو عم تحكي هي؟ ابني عم بيموت ونحن بدنا نقعد ندور على عشبة؟ هلا حياة ابني متعلقة بعشبة؟ شو هالحكي هاد؟ مو معقول. حتى الكلب يلي صايبه شي بيركض دغري بدور على هي العشبة. يعني حتى هالحيوان بيعرف انه هالعشبة مفيدة. عكلن على راحتكم. ايه تمام، خلص مثل ما قلتي، عشبة النار رح تفيده، يعني رح تفيده. نحن رح نروح دغري هلا وما بنرجع الا وهي معنا ان شاء الله. بدك شي تاني؟ انتوا بس جيبوا لي اياها وما دخلكم بالباقي. يلا طيب. يلا يلا امشي يلا. ها مو هي؟ مو هي. صحيح شيخ إبراهيم بعد كل أهل الضيعة اللي يدوروا على العشبة؟ ايه مزبوط. قال هاي العشبة رح تخليه يطيب. مستحيل. ويا سيدي هالختيارة ما بتفهم شيء، وبكره بتشوف شلون ما رح يستفيدوا. لا يا زلمة، طالما هي بعتتهم معناتها بيطلع بإيدها. وعلى فكرة إذا الدكتور ضل قاعد بالضيعة فترة طويلة هالشي ما راح يكون من صالحك أبدا. أيوة. وبيني وبينك خايف إذا ما تحسنت حالته يضل قاعد عنا. طبعا وقت أهل هالضيعة راح تتضرر كتير، وخصوصي أنت. بالله وبشو بده يضرني هالأجدب ها؟ ما هو اللي منعك تاخذ نيرمين؟ ها؟ لا وإذا بيدفع أقساط الدية وقتها بيكون مسكك من خوانيقك يا رشاد آغا. أنت شو عم تحكي؟ لا 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 لا، هالشي مستحيل يصير. ما في شي مستحيل، لازم تخلص من طارق وبأسرع وقت ممكن. أنا عندي شوية شغل، يلا بالإذن منك. يلا. والله حكيه مزبوط، شلون راح عن بالي؟ يعني ما كان ناقصنا غير هاد. عفوا بس السيد عمر وين بلاقيه؟ حبيبي اشتقت لك كثير. وأنا اشتقت لك يا أخي. شو هالمفاجأة الحلوة؟ قلت لحالي بيجي بشوف أخي الأزعر. ديالا هون؟ لا راحت على المستوصف. وطبعا جده بالجامع ما؟ استنوا شوي يا شباب. أولاد الضيعة صغيرها وكبيرها عم يدوروا على العشبة يا شيخنا. انتوا لازم تعملوا كل شيء بتقدروا عليه يا جماعة حتى تلاقوا العشبة اللي طلبتها المرأة. منلاقيها، وإذا ما لقيناها عنا مندور بغير ضيعة كمان. نحن مديونين للدكتور كتير. السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو القصة مختار؟ ليش تأخرت كل هالقد؟ ما لحقت صلاة الجماعة؟ إن شاء الله مو صاير معك شيء. لا ما في شيء، بس أنا كتير متضايق. ها خير إن شاء الله، شغلت لي بالي بس ما يكون مشان الموضوع يلي حكينا فيه. لا مو هيك شيخي، بس والله أنا زعلان كتير على هالدكتور ومقهور عليه. إذا كنت زعلان عليه وقف معنا وساعدنا لحتى نلاقي هالعشبة بأقرب وقت. جدي خير شو في عمار؟ شو يا ابني إن شاء الله لقيتوا العشبة؟ لا جدي بس أخي إجا من أنقرة. شو؟ أيمن إجا من السفر؟ الله يهنيك بسلامته يا شيخنا. يلا روح شوفوا. الله يخلي لك اياه. عن اذنكم يا جماعه. استنوا شوي يا جماعه. اماني سلمنا عليها يا جماعه. هدول الارهابيين زودوها كثير، وبعملتهم الاخيره كانوا بدهم يقتلوا اولادنا. الانسه زينب كانت رح تروح فيها، والدكتور لساته تعبان كثير. اذا ما بنوقف بوشهم رح يعملوا فينا اكثر من هيك لسه. مختار كيف بدك توقف بوشهم ها؟
ولك نحن كلياتنا مو اسلام؟ ايه طبعا مختار. ليش ما نعلن الجهاد؟ ليش ما نقتلهم؟ بدنا نضل هيك قاعدين وساكتين؟ إذا بدنا نضل هيك بكره يمكن يفجروا لنا الجامع، اعترضوا بهالشيء. مسترجي يقرب عليه، فشروا. مين مسترجي؟ فشروا. ولك هدول بيتوقع منهم كل شيء الواحد، صدقوني بيعملوا أكثر من هيك. كلامك مزبوط يا مختار، بس بالأول لازم نحكي مع الشيخ إبراهيم. ما هو رجل دين وإمامنا، ولنشوف شو بده يحكي. هاتي بنتي اعطيني. ايه منيح، هيك صاروا تمام. يعني هي بتفيده؟ ممكن تساعده شوي لبين ما تجي عشبة النار. اختي اختي، اجا اخوك من السفر. شو؟ اجا ايمن على البيت؟ ايه. ليش ما عم يدرس بالجامعة؟ مبلا، بس هلا عنده اجازة. يلا امشي اختي. وشو مشان الدكتور طارق؟ نحن كلياتنا معه، روحي ولا تشغلي بالك. روحي يا بنتي، أكيد أنت مشتاقة لأخوك. يلا روحي شوفي. شفتي شلون ما بتتبعد عن الدكتور طارق؟ ليش يا ترى؟ حنان. ايه كتريه هون. ايه كمان. هيك بكفي. سكري ماشي معي. شفتي؟ رجع هرب مني. هالزلمة أكيد فيه شي، متأكدة. لا تواخذني يا بيك، بس سبق والتقينا أنا وياك شي؟ لا، يمكن مشتبهة بواحد تاني. يعني وين ممكن نلتقي؟ أكيد أنت مخربطة يا خانم. ايه مزبوط يا بيك، بس أنا يمكن شايفتك. معلش لا تواخذيني، أنا لازم أحكي تليفون ضروري. الموبايل ما في تغطية عندكم بالضيعة. يا ترى بلاقي شي تليفون عندكم هون؟ تليفوني الوحيد بالضيعة عند أبي. لكن امشي معي، لازم أحكي مكالمة بسرعة. بس أنت لوين بدك تحكي عمو؟ على اسطنبول، بدي أحكي مع أم طارق. يلا امشي.